مساء الخير. مساء النور. هو أنا ما اشتغلتش على الموقع ذات نفسه، لكن كان في كذا عميل كان معاهم منتجات واشتغلت على المنتجات دي. أنا أصلا شغال في شركة حاليا، شركة بيرفورمانس ماركتينج، فاحنا شغلنا كله معتمد على الإعلانات والحاجات دي. لكن حبيت إن تمام. أنا أشتغل يعني حاجة لنفسي، حاجة تبع التجارة الإلكترونية، وأعمل بيزنس لنفسي يعني مستقل. لكن ما كملتش للأسف علشان السيولة ما كانتش مكفية للماركتينج والحاجات دي كلها. تمام، يعني انت كملت واشتغلت واخترت منتج وبدأت بنيت عليه، بس ما عرفتش تكمل علشان السيولة. تمام. طيب تفتكر ان موضوع السيولة بيأثر على فكرة انك تكمل في المشروع، ولا ممكن آه، تعافر بمعنى أصح وتكمل برغم الصعوبات؟ لا، هو ممكن طبعا تعافر وتكمل برغم الصعوبات. هو كده كده أصلا ممكن توصل من غير شغل إعلانات، يعني ممكن توصل كله شغل أورجانيك. لكن تمام. للأسف مع ضغط الشغل اللي عندي في الشركة أصلا ما كانش عندي السماحية إن أنا أعمل ده، إن أنا أشتغل أورجانيك على الصفحة، وإن أنا أحاول إن أنا أكبرها بحيث إنها تجيب ريتش أورجانيك من غير إعلانات. ما كانش عندي السماحية إن أنا أعمل ده. جميل. ده غير ان المنتج اللي احنا كنا متفقين عليه، والمنتج اللي انا كنت متفق معاه عليه مع العميل، كان بيجيلي منه يعني شكاوي كتير. فانا ما كنتش حابب ان انا اشتغل في حاجه ممكن يكون فيها يعني عيوب، او ممكن تكون بتوصل للعميل بشكل مش كويس. مم. وخدمه العملاء بتاعت الشخص اللي انا كنت شغال معاه ما كانتش افضل حاجه يعني. فما حبيتش ان انا اكمل معاه، وما دخلتش بقى في منتج تاني غير لما اخد خبره كامله عن الموضوع. طيب حلو أوي. طيب جميل جدا، كخبرة بدايتها حلو مع بعض الخبرات اللي انت خدتها في المجال مع المنتجات، وعرفت ايه المنتج الكويس اللي تكمل فيه وايه اللي توقف، علشان برضو انت بتعمل في لنفسك براند واسم في السوق، فلازم تحافظ عليه. حتى لو هتاخد منتج من تاجر معين، فلازم تبقى بتاخد بكواليتي معينة، تبقى عارف السكيل كلها هتبقى ماشية ازاي، وبتقدم ايه للعميل بأعلى جودة ممكنة. حلو جدا. تمام، أكيد. جميل. طيب شكرا يا أحمد. خلينا نشوف أمنية، بتقولي البيزنس القائم يعني تدخل مجال التجارة الإلكترونية والتصدير. طيب ممكن تفتحي المايك يا أمنية لو ينفع معاكي. ما فهمتش السلام قوي. عليكم، مساء الخير. عليكم آه، السلام، مساء النور. هو المنتج موجود. تمام. مم. تمام. احنا بنعمل مستنسخات أثرية. تمام. والشركة تمام. قائمة وملف الضريبي موجود وكل حاجة موجودة. احنا بقى عايزين مم. ندخل مجال التصدير، بس لسه مش عارفين ازاي. عايزين ندخل مجال ندخل. التصدير. يعني عايزين المنتج بتاعنا يتشاف في أمريكا، يتشاف في أمازون، يتشاف كده، لأنه تمام. كومبيتيتيف انتوا جدا. حلو. ايه؟ انتوا عاملين ستور ليكوا على امازون؟ لا لسه، ما ده بنبتدي فيه. حلو قوي. انتوا عندكم افكار لسه. كتير تقدروا تشتغلوا عليها، تعملوا ستور على امازون، تعملوا ستور بره على اي باي، كذا حاجة، كذا أفكار لمواقع تانية محتاجين نخرج لها. الكلام ده يطبق على أي بيزنس موجود في مصر حاليا، لازم يخرج من دايرة عنق الزجاجة والتسويق بالظبط. الداخلي، مع لازم يخرج بره. بركة فيكم النهارده بقى ناخد فكرة. ان شاء الله. النهارده المفروض ان احنا بنتكلم بشكل ابتدائي، عشان كده حابين نعرف كل واحد فيكم وصل لفين، عشان نبدأ ان شاء الله في اللايف ده واللايفات الجاية نوزع الخبرة بشكل اكبر، عشان تساعد الكل بإذن الله على افكار كتير، ونشوف انتم محتاجين ايه اكتر بإذن الله. هل التجارة يقصد بيها بيع منتجات على السوشيال ميديا؟ هنشوف. آه، هنشوف دلوقتي يا صح. انا اشتغلت شوية وما كملتش. شيري تمام. احمد صار مؤسس براند دي والملابس الشبابي، اهلا بيك. وممكن استاذ احمد يقول لنا برضو، ايه ده استاذ احمد اكيد عنده خبرة كبيرة وخلفية عن مجال التجارة الالكترونية وال والشغل اونلاين كمان. ممكن لو تقدر تفتح المايك، اهلا بيك معانا. مساء الخير. مساء النور يا فندم. أول حضرتك إيه؟ تمام، حابين نعرف برضو خبرة حضرتك ايه في مجال التجارة الالكترونية، والله أنا نفيد
يعني احنا شغال على براند تريكتو من تمام 2020. و يعني شغالين احنا في التجارة الإلكترونية، يعني موجودين بكل البروسيس بتاعتها، سواء بقى في الاوبريشن، في الماركتينج، في الكلام ده كله. فموجودين فيه يعني من اول بقى شركات الشحن والحاجات دي كلها ومشاكلها. مثلا التسويق، كل حاجة احنا اللي بنعملها. مش يعني مش زي الدروب شيبينج او الافيليت او الكلام ده. في ناس بتكون شغاله في الجزء بتاع الافيليت، بيكون متشال عليها يعني مشاكل كتير او ضغوطات كتير ما بين شركات الشحن وما بين تصنيع المنتجات والكلام ده كله. دي يعني دي يعني احنا دلوقتي موجودين كاونلاين، من اول تصنيع المنتج لحد التسليم للعميل. يعني كل المراحل بتاعت التجارة الإلكترونية احنا بنمر بيها يعني. فبس يعني لو في أي استفسار أنا مع حضرتك يعني. بس أكيد الأستاذ محمد هيكلمنا بشكل أكبر اكيد. وهيوضح كل الحاجات. اولا خبرتك خبره عمليه كبيره. اللي بيشتغل في المجال وبيشتغل في مجال التجاره الالكترونيه ويشوف المشكله من البدايه للنهايه، ومشاكل الشحن اللي ما بتخلصش في مصر، ومشاكل شركات كتير بما فيهم الشركات الكبيره والشركات الصغيره، بما فيهم الدفع مقدم ودفع على مراحل. الشحن ده لوحده ده تراك تاني ممكن نتكلم فيه في حلقة منفصلة كده إن شاء الله. إزاي بتشتغل مع شركات الشحن وإزاي تتعامل معاها، وإزاي تخلي بالك من الحقوق بتاعتك والضمانات اللي أنت تاخدها، وخصوصا لو كنت بتشتغل مع شركات صغيرة أو شركات كبيرة. مجال التجارة الإلكترونية مجال واسع وفيه تريكات كتير محتاجين نتكلم فيها إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله المرات الجاية. بإذن الله، بإذن الله. فبس يعني طبعا إن شاء الله يعني نتشرف باشمهندس محمد النهاردة، وتشوفوا الجزء اللي انتوا هتشتغلوا فيه يعني، ويكون سيشن كويسة بإذن الله للجميع. إن شاء الله بإذن الله. هو بس بيصلي العشاء وهيرجع معانا على طول إن شاء الله. بإذن الله. ماشي. شكرا جدا لحضرتك. العفو. برضو الشريكة ما كملتش. طيب تمام حلو أوي. احنا يعتبر خدنا كده خلفية عن كل واحد فينا بدايته ايه او حابب يدخل المجال ازاي، او هنتكلم عن التفاصيل دي كلها ان شاء الله. دقيقتين بالظبط ان شاء الله وهيدخل معانا باشمهندس محمد. هيبدأ معانا من A to Z، يعني بشكل تدريجي كده إيه هو مجال التجارة الإلكترونية، وازاي تقدر تدخل في المجال، أهم المهارات اللي عندك، أنواع المتاجر على الإنترنت، ازاي تختار مجال البيع معين. حاجات كتير هنتكلم فيها ان شاء الله النهارده بشكل تفصيلي، فان شاء الله دقيقتين ونرجع ليكوا على طول.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معكم محمد عبد الرحمن. بإذن الله النهاردة هيبقى في لايف بسيط، وهو إزاي أنت كشخص تقدر تبدأ في مجال التجارة الإلكترونية. ثواني. طيب، خلينا مبدئيا كده نتكلم على فكرة التجارة الإلكترونية وأشهر مصطلح بيتقال في مجال التجارة الإلكترونية، ألا وهو الدروب شيبينج أو الدروب شيبينج. في حد يعرف الأول معنى إيه دروب شيبينج؟ ولو في حد من اللي معايا اشتغل قبل كده دروب شيبينج أو يعرف المصطلح دوت، ممكن بس يوضح لي معنى الكلام دوت إيه؟ ألو، أنتوا سامعيني؟ احنا سامعينه. طب تمام. حد قبل كده حد يعرف مصطلح الدروب شيبينج عبارة عن إيه، أو المصطلح دوت في مجال التجارة الإلكترونية معناه إيه؟ أنا أعرف إن معناها الو. الشحن. تمام، اتفضل. آه يعني هو اللي أنا بشتري من حتة معينة وبشحن مثلا، سواء يعني مثلا سواء مثلا أنا بشتري مثلا من علي إكسبريس وببيع على أمازون. ممتاز. ده فعلا فكره الدروب شيبينج. اللي هي الفكره كلها انك انت بتروح على منصه، او بالعربي كده بتروح لتاجر عنده كميه مثلا بضاعه كبيره، بتشتري منه جزء من البضاعه اللي هي موجوده عنده ديت، وبتبدا بعد كده تشوف سوق تاني وتبدا بعد كده تبيع المنتج دوت فيه. طيب، خلونا بس نتفق ان اللايف دوت المنتظر منه او المعلومه اللي انا عايز اوصلها، اللي انا عايز اوصل لكم انك انت لما تيجي تبدا في مجال التجاره الالكترونيه ازاي تبدا، وازاي تبدا صح، وازاي تبدا صح ديت تحتها الف خط. ليه؟ ان بالعربي اللي ناس كتير بتحاول تلعب بالمصطلحات، وناس كتير بتحاول تدي مصطلحات اكبر من اهميتها عشان خاطر تبقى في ربح مادي ليهم. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان مثلا الدروب شيبينج دوت، في ناس كتير تيجي تقول لك انا مثلا هديك كورس في الدروب شيبينج، او هيوريك مثلا اثبات دفع، يقول لك والله مثلا انا في البلاك فرايداي محقق $5000 او $10000. طبعا اللي ما عندوش خبره او اللي لسه داخل في المجال دوت جديد، يشوف الارقام ديت كلها يقول لك لا خلاص، انا عرفت هبقى مليونير ازاي، او انا خلاص انا عرفت انا هشتغل ايه. فتلاقيه بيجري وللاسف الناس ديت ساعات بتوفر كورسات باسعار خياليه، وساعات في نفس الوقت بتبدأ تلعب على الحلم دوت عند الناس، وبتبدأ زي ما تقول تطمع الناس ان هي لما تتعلم مثلا حاجه زي الدروب شيبينج او تشتغل في الدروب شيبينج، هي كده يعني هتقدر تغتني باسرع طريقه ممكنه. طبعا الكلام ده كل دوت حرفيا ده فنكوش، يعني ده ما فيش الكلام دوت. يعني ما فيش حاجه اسمها اساسا، انا اسف لو صوت بيكون بيقطع. ما فيش حاجه. صوت كده كويس. تمام. 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 مفيش حاجة اسمها إن أنا هروح أشتغل شهرين أو أتعلم حاجة في شهرين وهروح بقى أعمل كويس. نعم. تمام.
مفيش حاجه اسمها ان انا في ان انا هروح اتعلم حاجه في شهرين، او ان انا هعمل متجر مش عارف على شوبيفاي، او ان انا اخش اشتري حاجات من علي اكسبريس واروح ابيعها في امازون وهكسب من كده وخلاص. مفيش الكلام ده. اللي بيحصل كالتالي، او ايه او فين الخدعه، او ايه اللي بيحصل بالظبط في موضوع الدروب شيبينج. الدروب شيبينج ببساطه جدا عشان حضرتك تبدا تنجح فيه، انت قدامك خيار من الخيارين دول او طريق من الطريقين دول. اول حاجه، حضرتك تكون عندك سوق مناسب. يعني بمعنى ايه؟ انا كان في مره كنت بكلم واحد صاحبي بقول له انا عايز اعمل مشروع، والمشروع دوت انا عايز اكسب منه فلوس كتير جدا. قال لي مفيش مشكله، ممكن تبيع اي حاجه. طب قلت له طب ايه المنتج اللي انا ابيعه، او ايه المشروع اللي انا اعمله اكسب منه فلوس، او ايه الحاجه اللي انا ممكن ابيعها واكسب منها ربح كبير جدا؟ قال لي مفيش حاجه كده، هي الحاجه اللي انت عندك ليها سوق. يعني ايه انت، يعني ايه عندك ليها سوق؟ يعني ليك مكان بتبيع فيه. يعني انت لو عندك مكان بتبيع فيه منتجات اطفال، انت لو جبت اي منتجات اطفال وحطيتها فيه، المنتجات ذات نفسها هتتباع. طب السوق دوت زمان، يعني زمان لما كان تيجي يقول لحد يبقى عندك سوق، ده فكره ان هو يروح مثلا في منطقه مشهوره بحاجه معينه على الانترنت. على الانترنت ان انت يكون عندك متابعين، او تكون مشهور في جزئيه معينه وسط عدد ناس. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك تكون مثلا عندك قناه على اليوتيوب فيها مثلا 5000 سبسكرايب، 10000 سبسكرايب، عدد كبير من الناس بيتابعوك، والناس دي كلها انت عمال تديهم محتوى في مجال معين او جزئيه معينه انت شغال عليها بقالك فتره. وبعد كده انت قررت انك انت تعمل مثلا ريفيوهات لمنتج تاني، او قررت ان انت تسوق لمنتج تاني. برضو المنتج اللي انت هتسوق له دوت ده على حسب المحتوى اللي انت كنت عامله. ابسطها، يعني انت مثلا قررت انك انت تشتغل مثلا في قطاع التكنولوجيا، وابتديت مثلا تعمل ريفيوهات، تبدا تجيب موبايلات وتقارن ما بينهم، وتجيب موبايلات وتبدا تقول للناس الموبايل دوت ايه الامكانيات اللي موجوده فيه، ايه الحاجات الكويسه اللي موجوده فيه، وتبدا تنصح ناس ان هي تشتري موبايل معين. الكلام دوت انت مش هتعمله بين يوم وليله، انت على الاقل هتقعد 6 اشهر بتشتغل حرفيا كل يوم مش اقل من 12 ساعه، عشان تبدا تنتج محتوى، عشان تبدا تقدر تجمع ناس كويسين يبداوا يتابعوك بصدق في المجال دوت. بعد 6 اشهر خلاص الموضوع عندك خلاص بقى بسيط، بقى عندك كميه ناس بتتابعك. فببساطه جدا انت هتروح تمسك القناه بتاعتك اللي على اليوتيوب ديت، وهتبدا تعمل ايه؟ تبدا تجيب اي منتج، او تفتح حتى كمان صفحه عندك فيها ستور، وتقول للناس خشوا اشتروا مني اللابات، او خشوا اشتروا مني الموبايلات. ساعتها الدروب شيبينج ده هيبقى بالنسبه لك كنز. فلو سمحت، لو انت ناوي تشتغل في الحته بتاعت الدروب شيبينج، انت ممكن تبدا من دلوقتي تحدد المجال اللي انت نفسك تشتغل فيه، وتبدا تنتج محتوى في المجال دوت. وبعد كده تبدا تستخدم منصات السوشيال ميديا عشان خاطر تكون جمهور ليك في الجزئيه ديت. بعد كده ابدا اتجه لفكره الدروب شيبينج في الجزئيه دي. لكن انك انت تروح لاي حد يقول لك مثلا تعالى هتكسب ملايين، بس انت خش اتعلم ازاي تعمل دروب شيبينج او الكلام ده كله، مفيش الكلام ده. طب دي اول طريقه الناس عامه بتستخدمها عشان تنجح في موضوع الدروب شيبينج. في طريقه تانية؟ اه في طريقه تانية، بس الطريقه التانية ما بتبقاش كويسه قوي، ان هي بتبقى طريقه ملتويه شويه. ان هم بيبداوا يعملوا ايه؟ يقول لك مثلا والله انا عايز مثلا معادله بسيطه. هو راجل مثلا بيعرف يعمل تسويق على الانترنت، بيعرف يعمل اعلانات، ادز، شغال اد مانجر بتاعي الكلام ده، وبيفهم فاهم فكره الاعلانات والكلام ده كله، بيقدر ايه يظبطها في الجزئيه ديت. طيب الخطوه اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده إنه يبدا يدور. كان زمان في حاجه اسمها كوبونات. انت كان ممكن تدور تجيب كوبونات، الكوبونات ديت بيبقى فيها خصومات كبيره جدا. فتلاقي نفسك مثلا على جوجل مدياك مثلا $500، مدياك مثلا $250، انت جايب الكوبون دوت منها. والكوبون دوت جوجل ذات نفسها بتقول لك خد استخدمه في الايه، في المتجر عندك، او في التسويق عندك بشكل مجاني. فهم كانوا بيجيبوا الكوبونات ديت ويبداوا يعملوا صفحه مثلا، ويبداوا بعد كده يسوقوا له الصفحه ديت، بدل ما يدفع فلوس حقيقيه عشان خاطر يسوق للمنتج. هو بيدفع الفلوس اللي هي جايه بالطرق ديت، ويبدا بعد كده يحقق مبيعات في الجزئيه، ويبدا بعد كده ياخد الهامش الربح بتاعه اللي هو موجود في الدروب شيبينج. طيب
فاحنا اول جزئيه كده اتكلمنا عليها الجزئيه بتاعه الدروب شوبينج، وعرفنا ان احنا خلاص مش هنجري ورا اي كلام ان الدروب شيبنج ده حاجه مثلا بتكسبنا على طول، ولا انك انت يا دوبك بس بتروح تشتري من علي اكسبريس وبعد كده تبيع في امازون والموضوع جميل. الموضوع ما بيمشيش كده خالص. عرفت ان انا قدامي طريقين. الطريق الاولاني اللي انا ابني جمهور خاص بيا، وده عن طريق اللي انا ابدا انتج محتوى في المجال او النيتش اللي انا ابتديت خلاص اشتغل فيه، او الطريقه التانيه اللي انا اشوف هقدر اجيب مثلا كروت او خصومات سواء لجوجل او فيسبوك، وابدا بعد كده اتعلم ازاي اعمل اعلانات، وابدا بعد كده اعمل اعلانات للمنتج اللي انا عايز اسوقه ده. طيب الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها ديت واضحه ولا مش واضحه؟ تمام، ممتاز جدا. طيب ممتاز جدا. طب هل في مثلا اسئله او في حد محتاج يسال على حاجه في الجزئيه بتاعت الدروب شيبنج ديت؟ ان كلمه الدروب شيبنج ديت ناس كتير قوي بتستغلها، وناس كتير قوي كمصطلح بيتم تسويقه ان هو مصطلح سحري في التجاره الالكترونيه. هل خلاص وضحت الجزئيه ديت بالنسبه لكم؟ ممتاز جدا. طيب خلينا نتكلم بقى تاني. انا دلوقتي خلاص واحد عايز ابدا في مجال التجاره الالكترونيه. عرفت في مصطلح اسمه اي كوميرس، المصطلح دوت خلاص بقى منتشر جدا الفتره ديت وعايز ابدا فيه. خلينا بس متفقين برضو ان احنا الفتره ديت كلنا هيبدا يسعى وهيبدا يدور على اي حاجه تبدا تزود دخل، واي حاجه تبدا تساعده ان هو لا يخش ويشتغل ويكبر في المجال ده. مصطلح التجاره الالكترونيه من المصطلحات اللي تم تداولها الفتره الاخيره كتير جدا. والسوق المصري عامة لسه مفتوح ولسه في كتير، يعني لسه مسموح لينا ان احنا نخش ونجرب ونكسب منه، ان هو الموضوع فيه واسع جدا. فانا عايز ابدا في الكلام دوت وهبدا اشتغل في الكلام دوت، فانا عايز اعرف الطريق الصح اللي انا هبدا بيه. فالطريق الصح او الخطوات المظبوطه اللي انت هتبدا فيها، تعرف ايه هي المتاجر اللي موجوده او ايه هي الطرق. ان انا لو عايز اعمل متجر الكتروني على الانترنت، انا قدامي إيه الافكار المطروحه قدامي. اول فكره من الافكار ديت ان انا لازم افكر فيها، ان انا لازم احدد النيتش او احدد المجال اللي انا هشتغل فيه. ما ينفعش خالص. في حد عنده سؤال او حاجه؟ تمام. ما ينفعش خالص ان انا اقرر ان انا ادخل المجال دوت من غير ما اكون عارف ايه هو المنتج اللي انا هبيعه، او ايه هي الحاجه اللي انا هبيعها على الانترنت. فاول حاجه بعملها بحدد المجال اللي انا هشتغل فيه. المجالات كتير جدا انك انت تبدا تشتغل فيها على الانترنت، او انت تبدا في عمليه البيع بتاعتك على الانترنت. منها ببساطه جدا مجال زي مجال مثلا الملابس. دي من المجالات الكويسه جدا ان الناس بتشتغل فيها، سواء كنت هتشتغل جمله ولا قطاعي. دي برضو حاجه تانية. انت هتشتغل جمله ولا قطاعي، كل الكلام ده لازم اكون محدده قبل ما ابدا اشتغل. انا سواء هشتغل جمله هشتغل قطاعي، بعد ما حددت خلاص ان انا هشتغل جمله ولا هشتغل قطاعي، ايه المجال ذات نفسه اللي انا هبدا اشتغل فيه، ببدا بعد كده نقطه مهمه جدا اعمل دراسه للسوق. ابدا انزل السوق ذات نفسه، يعني ابدا اشوف المنافسين بتوعي او اللي انا متوقع ان هم هيبقوا عندي منافسين، اجيبهم وابدا اشوفهم واشوف هم بيبيعوا ازاي بيسوقوا ازاي. في مصطلحات جميله زي حاجه زي السوات اناليسيز والقوه الخمسه. المصطلحين دولت من المصطلحات اللي انت مفترض تكون عندك درايه بيهم، اللي انت بتستخدمهم لما تيجي تدرس السوق ذات نفسه. انا لحد دلوقتي ما صرفتش ولا جنيه. انا كل اللي انا عملته ان انا قعدت مع نفسي وعرفت المجال بتاع البيع او المجال اللي انا هبدا اشتغل فيه، وبعد كده رحت رايح محلل السوق ذات نفسه عن طريق حاجه زي اسمها سوات او حتى زي القوه الخماسيه،
ووقفت وجبت المنافسين بتوعي وبصيت عليهم. بعد ما اعمل الخطوه ديت، في خطوه تانية، ودي خطوه مهمه جدا. التاجر الشاطر بيكسب وهو بيشتري، مش بيكسب وهو بيبيع. بمعنى حضرتك لو عايز تشتغل في التجاره الالكترونيه، انت مكسبك وانت بتشتري. يعني انا بعد ما حددت المجال بتاعي وشفت المنافسين بتوعي وعرفت اسعارهم، انا لازم اكسب هنا. مش استنى، مش اسف في الكلمه، استنى كده اقول ايه والله انا بكون جايب الحاجه غاليه واقول ان انا هبيعها على الانترنت، ايه ده انا هعرف ابيعها وهكسب واعمل والكلام ده. مفيش الكلام ده. انت حضرتك وانت بتشتري، لو في منتج مثلا ثمنه 10 جنيه بيتباع على النت، انت مفترض تكون جايبه ب5. ده انا حاسب كل حاجه عليه. ده انا محمل عليه ايه؟ محمل عليه تكلفه الاعلانات، محمل عليه ان هو ده، ان انا ده هحط فيه فلوس فهيبقى موجود عندي، فانا هبدا بعد كده هسوق له وابيعه. فلازم اكون محمل الكلام دوت على المنتج بتاعي، محمل عليه مثلا الوقت اللي انا هاخده، ان انا سواء لسه هقعد اعمل صفحه واعمل تصميم وهدفع عليه اعلانات. لازم اكون محمل الكلام دوت على ثمن المنتج، فاكون شاري المنتج صح. طب ازاي اساسا اشتري المنتج صح؟ هنا بقى يجي دور حاجه اسمهم الموردين. الموردين دول يعتبروا اهم حاجه في التجاره الالكترونيه. مين اللي هيديك البضاعه؟ ما تروحش تاخد البضاعه من تاجر. يعني انا بستغرب جدا الموضوع دوت. حضرتك دلوقتي قررت مثلا انك انت تشتغل في حاجه معينه او تشتري منتج معين وهتبيعه على الانترنت، انت ممكن تنزل تحت بيتك تشتريه. طب ما انت اشتريته من تاجر، ما هو التاجر ده حاطط هامش ربح وي وي والكلام ده كله، كل الكلام دوت اثر في ربحك انت. فانت اول خطوه لا، ركز في الحته ديت قوي. افضل دور على الايد الاولى او المصدر الاول اللي انت بتدور عليه للمنتج بتاعك. دور على اماكن البيع الاصليه للمنتج بتاعك. اشتري المنتج من اول يد. لو تعرف انت اللي تصنع المنتج بتاعك، دي حاجه هتديك ميزه جدا لما تشتغل في موضوع التجاره الالكترونيه. يعني انت لو عرفت تصنع المنتج بتاعك هتكسب ميزتين. اول حاجه انك انت هتكون اليد الاولى اللي هي مصنعه المنتج ذات نفسه، زائد ودي النقطه الاهم، المنتج بتاعك مش موجود عند حد، اللي هي حته التميز. فالسعر اللي انت هتحطه مش هتلاقي حد يجي يقول لك والله المنتج بتاعك ده موجود في الحته الفلانيه الثانيه، لا، ده المنتج بتاعك ده انا اللي بعمله. دي نقطه مهمه جدا، ان انا سواء هشتري اكسب وانا بشتري اكون محدد الكلام ده كله، ولو قدرت اعمل المنتج ده خاص بيا يبقى ده شيء جميل جدا. في النقطه ديت بالذات يستحضرني كان في تمام، هجاوب على السؤال ده كمان شويه. كان في حد، يعني النقطه بتاعت الموردين ديت ونقطه انك انت تكون عامل منتج، ده كان في حد شفته عمل الكلام دوت على الانترنت. يعني كان حد بيعمل منتجات سبوع وعمل صفحه لمنتجات السبوع. وطبعا لما عمل كده لقى ان في منافسين ليه كتير. يعني كان لما بدأ ينزل كمنتجات اطفال ومنتجات سبوع، لقى ان في ناس بتنافسه في الجزئيه دي. فابتدى يقرر ان هو لازم يتميز. فبدأ يفكر ان هو منتجات السبوع اللي هو هيبدأ يعرضها، هو هيعرضها بديزاينات. يعني هي فكرة بسيطة جدا، كانت الديزاينات مش موجودة، زائد ان هو هيبدأ يكتب الاسم بتاع الطفل ذات نفسه على المنتج. بعيدا ان الفكره دي كانت جميله جدا وحققت معاه فعلا رواج عالي، ان هو فعلا تميز، ان هو كان المنتج اللي هو بيعمله كان هو الوحيد اللي بيقدمه. فده اداله اسبقيه في السوق وخلاه يقدر يحط، ودي الاهم، يحط السعر اللي هو عاوزه. كان بيجيب الحاجه حرفيا ثمنها 5 قروش وكان يبيعها ب50 قرش. 10 يعني 10 اضعاف ثمن المنتج. عن طريق ايه؟ ان هو زود ميزه على المنتج ذات نفسه اللي هو الاسم بتاع البيبي، اللي المنافسين بتوعه ما كانوش بيعملوه. يعني المنافسين ذات نفسهم ما كانوش بيعملوا الجزئيه دي، فتميز بيها، فقدر ينجح في فكره التجاره الالكترونيه. طيب، بعد ما عرفت خلاص الموردين ودرست السوق وشفت المنافسين، اتفضل. كان في حد عايز يسأل سؤال قبل ما نخش على النقطه اللي بعديها؟
ممكن بص، ممكن تكتب السؤال على الشات، وانا باذن الله في الاخر اللايف دوت هنبدا نتكلم عليه او اجاوب عليه. النقطه اللي بعديها شركات الشحن. انا عايز ابدا في التجاره الالكترونيه. فانا دلوقتي خلاص عرفت الموردين وعرفت السوق وكل الكلام دوت. شركات الشحن حرفيا، شركه الشحن ممكن حضرتك تبقى مقفل ورقك كله زي ما بيقولوا انت ما تعرفش المواضيع ممكن تجي لك اصلا منين. انت ممكن تكون مقفل ورقك كله، مظبط نفسك وعامل ودرست سوقك وجبت المنتج صح وكل حاجة. في الآخر عشان شركة الشحن اللي انت بتتعامل معاها شركة شحن سيئة، ده ممكن يخسرك كل حاجة. وده انا شفته كتير. شفت قد ايه ناس بتبدأ تكبر وبتبدأ فعليا تثبت نفسها في موضوع التجارة الإلكترونية، إن هي تبدأ تبيع منتجات عن طريق الصفحات بتاعتها، سواء كان موقع او صفحات فيسبوك. واللي كان بيوقع الشركات ديت او الصفحات ديت شركات الشحن. فدي نقطة مهمة جدا، انك لازم تكون معتمد على اكتر من شركة شحن. ما ينفعش تعتمد على شركة شحن واحدة. فكرة في برضو حاجة تانية في شركات الشحن طالما اتكلمت عليها لازم اقولها. فكرة ان في حاجة اسمها مندوبين كاش، او المندوب ذات نفسه اللي هو هيشتغل معاك. ده لازم يعني يدفع لك الفلوس قبل ما ياخد المنتج. دي حاجة كويسة جدا. في بقى حاجة برضو أحب يعني إيه يعني أقولها، وهتبقى فعلا حاجة جميلة لو حد شغال في موضوع التجارة الإلكترونية ديت ومضايقاه شركات الشحن. أنا جيت في الفترة الأخيرة كنت اعتمدت على شركة اسمها مرسول. حد يعرف مرسول أو أبلكيشن مرسول؟ أيوه بس تمام. ابلكيشن مرسول دوت كان مفيد جدا ليا في موضوع الشحن وموضوع الشغل بتاعي اللي انا استخدمته في التجاره الالكترونيه. طيب انتوا عارفين هو مفيده ليه جدا ليا ليه؟ اقول لكم على حاجه. تعرفوا ان الشركات بره اللي هي موقع زي موقع امازون يعني، لما بيجي يبيع منتج اللي هو بيقعد يحارب في انهي جزئيه؟ فعليا هو بيحارب في وقت التوصيل. ليه بقى؟ ان هو ببساطه جدا احنا كلنا عارفين البني ادم لما بيجي يبقى في نفسه في حاجه يبص عليها يشتريها. لو سبته يومين فكره انك انت يرجع لك مرتجعات او الشخص دوت ما يستلمش المنتج بتاعك بتزيد. سبته 3 4 5 ايام، عايز اقول لك انت بعد 4 او 5 ايام انت حرفيا هي المنتج كده كده هيرجع لك. ما هو الراجل طلب مني الشراء انا بس. انا الخمس ايام دولت انا خدتهم اول ما حضرت له المنتج او شفت لي شركه شحن او اديت الحاجه بتاعتي لشركه الشحن وشركه الشحن وصلتها في وقت متاخر. الراجل مش هيشتري. احنا كده. امازون كانت في اخر فتره بتقول لك خلال 24 ساعه. كان بعد كده كانوا بيتكلموا في 12 ساعه. يقول لك انت اول ما تطلب الطلب خلال 12 ساعه يكون عندك في البيت. ساعتها ما يبقاش في عنده مرتجات. ليه؟ ان ببساطه جدا العميل بتاعك لسه قرار الشراء ما رجعش فيه او ما فكرش فيه. هي اللعبه كلها هنا. مرسول كان بيوفر لي الجزئيه ديت. العميل عندي يخش اكلمه اتفق معاه. بكون مطالب مرسول هم تكلفتهم في الشحن اغلى شويه، بس انا بكون طالبه الاوردر بيوصل له خلال 3 او 4 ساعات. فحته المرتجعات ديت انا قدرت اقضي عليها خالص عن طريق الفكره بتاعت مرسول ديت. تمن الشحن عندي زاد شويه، بس معلش اخسر لي مثلا 10 جنيه او 20 جنيه زياده. لكن ان انا ما يبقاش عندي مرتجعات ده يبقى بالنسبه لي حاجه رائعه جدا. وخصوصا الناس اللي شغاله في فكره التجاره الالكترونيه هتبقى فاهمه جدا حته المرتجعات ديت قد ايه ان هي بتكون مؤلمه وبتكون مكلفه. انك انت تخيل بعد ما اقنعت العميل وجبته واشترى وكان عايز يشتري وكل حاجه وقفلت له كمان المنتج وبعته له في الاخر هو ما استلمش. بتبقى انت خسرت جدا. مرسول بيوصل في نفس اليوم. يعني مرسول حرفيا في نفس الوقت بيوصل لك. انت يا دوبك بترفع الابلكيشن بتقول انت عايز توصل من الحته الفلانيه للمكان الفلاني. لا هو القاهره بس، ما بيشتغلش محافظات. هو القاهره والجيزه. وده للاسف يعني. والله هو بص، هو الاسعار بتاعت مرسول ديت بتبقى على حسب، بتبقى زي مناقصه كده. انت بتخش بتقول له ان انا هوصل من المكان الفلاني للمكان الفلاني وبيبداوا
يزايدوا عليك، واحد يقول لك 50، واحد يقول لك 40، واحد يقول لك 45. بس هي عامة بتفرق معايا عن الشحن العادي. كانت بتفرق معايا من 10 ل 20. ساعة لما كانت بتكبر قوي كانت بتبقى 30 جنيه مثلا فرق يعني. بس كانت بتبقى بالنسبة لي أحسن بكتير ما يكون فيه مرتجعات. طيب خلونا بس أكمل الجزئيتين اللي جايين دول، وبعد كده إيه أرجع تاني للجزئية بتاعت المرسول اللي هي الأسئلة اللي موجودة دي. طيب انا خدت بالي دلوقتي كمان من شركه الشحن، وخدت بالي ان انا اشتريت الحاجه بتاعتي مظبوط، ودرست السوق، وعرفت الايه المجال بتاع البيع بتاعي ماشي ازاي. تيجي بقى الخطوه الخامسه اللي هي ايه؟ انا دلوقتي خلاص بقى معايا كل الايه كل ال يعني التخيل اللي انا همشي بيه. بقى خلاص عرفت ان هشتغل والله مثلا في مجال الملابس، وعرفت درست السوق بتاعي، وعرفت ان انا هجيب من مين وبسعر ايه، وشفت المنافسين بتوعه بيبيعوا بكام، وحددت هامش الربح بتاعي، وشفت شركة الشحن اللي انا ايه اللي انا هشتغل معاها. اجي في جزئية تانية، انا هبيع ازاي؟ انا العميل بتاعي ده بقى انا هوصل له ازاي؟ بصوا يا جماعة، في حاجات كتير جدا ممكن توصل بقى للعميل بتاعك. ابسطهم صفحة الفيسبوك. انت تعمل صفحه على الفيسبوك وتبدا تعرض عليها الايه المنتج بتاعك، وتبدا تستخدم الاسلوب التقليدي بتاعنا اللي هو انت تعمل ادز على طول على الفيسبوك. طب هل في طريقه تانية؟ اه في. انا اعمل ايه؟ ابدا اشوف منصات منصات بتسمح للتجار ان هي تبيع من خلالها. زي ايه المنصات ديت؟ او إيه المنصات ايه اشهر منصه التجار بيخشوا وبيبيعوا لنا احنا كمستهلكين المنتجات بتاعتهم؟ امازون وجوميا، هم دول اشهر منصتين. انا بتكلم عن مصر دلوقتي. اشهر منصتين موجودين في مصر تقدر تبيع المنتج بتاعك من خلال المنصتين دول. عايز اقول لك انك انت تتعامل مع امازون وسوق او قصدي امازون وجوميا سهل جدا. كل اللي تحتاجه بس انك انت تخش من خلالهم وتعمل حساب، وبعد ما تعمل الحساب دوت هتبدأ ترفع المنتجات بتاعتك على الموقع دوت، وتبدأ بعد كده تستخدم لو في اساليب للدعايه داخل المواقع دي بتستخدمها، او انك انت بتبدأ تعمل حاجه جميله جدا، انك انت تحط موضوع تكتب الكلام بتاعك شكل مظبوط، وتكتب الكلمات الافتتاحيه مظبوطه، وتبدأ تبيع. حساب امازون ليه رسوم؟ حساب امازون هو ملوش رسوم في الانشاء، لكن امازون وجوميا بياخدوا نسبه من بيع من اجمالي مبيعاتك اللي بتتعمل خلال المنصه ديت. وانا برضو برجع تاني، لو انت ركزت معايا في الاول وحددت السعر بتاعك بشكل مظبوط، النسبه دي مش هتبقى عائق بالنسبه لك. لو انت اشتريت حرفيا من اول يد زي ما احنا اتكلمنا في الاول، المنتج بتاعك اتحدد صح واشتريته من اول يد، ما خليتش حد زود عليك فلوس، ال 33% اللي انت بتتكلم عليهم دوت هيبقوا سهل جدا انك انت تضيفهم على المنتج بتاعك. مش هيبقى عندك اي عقبات في الجزئيه ديت، وخصوصا ان هو هيحقق لك نسبه مبيعات كويسه. يعني مثلا امازون على ما اعتقد لو انت كشخص عادي اشتغلت فيه او حطيت المنتجات بتاعتك عليه، انت ممكن تحقق من 50 ل 60 اوردر في الشهر بسهولة جدا. وخصوصا ان هي من غير اي حاجه، يعني من غير ما تسوق. انت يا دوبك تلاقي المنتجات بتاعتك بتتباع. بعد فتره لما بتخش البيست سيلر او بيحصل عليها مبيعات كتيره، بتلاقي المنتج بتاعك عمال يتباع وانت ما بتسوقش. كل اسبوع كده تخش تعمل 3 4 اوردرات من خلاله. فجميل جدا انك انت تفكر في حاجه زي كده. طيب هل مثلا في حاجه تانية ممكن اوصل للعميل بتاعي غير صفحه الفيسبوك او امازون او سوق؟ اه ممكن تبدأ تشوف منصة جاهزة بتتيح لك انك انت تعمل ويب سايت. طيب نيجي بقى لفكرة المتجر للموقع الالكتروني. انتوا بس ملاحظين حاجة بسيطة جدا؟ ملاحظين انا اتكلمت في الموقع دوت اتكلمت فيه امتى؟ في الاخر، مش في الاول خالص.
يعني انت ما يشغل ما تشغلش دماغك انك انت انا عايز اعمل موقع الكتروني، انا عايز اعمل مش عارف ايه، انا عايز يعني عايز يكون معايا مثلا اروح افتح حساب على امازون، اروح افتح حساب مش عارف على جوميا. لا، ما تشغلش دماغك خالص بالكلام دوت. اشغل دماغك بالاربع او الخمس نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم في الاول، انك انت تحدد المجال بتاعك بشكل مظبوط، تدرس سوقك صح، تحدد موردينك، تدرس منافسينك، تعرف شركات الشحن اللي انت هتشتغل عليها، تشوف العميل بتاعك، تجيب المنتج تبدأ تشتغل عليه اكتر من مرة عشان خاطر ما تقعش في الاخر. في الاخر الكلام ده كله انك انت تعمل موقع، او انك انت تبيع على امازون او جوميا، او حتى انك انت تعمل صفحة على الفيسبوك، لو الكلام اللي فوق دوت متظبط صح هتلاقي الكلام ده بعد كده ماشي معاك بسهولة يعني. طيب انا بس انا الناس اللي بتسأل على الشات انا هرد عليهم، وبس عشان ما شتتش الناس كلها. ارد عليك، هو انا ناقصت خلاص نقطتين او ثلاث واكون خلصت اللايف بتاعنا، وابدا اخش على الاسئله ونتناقش مع بعض في الاسئله دي. طيب خلاص، انا عرفت ان انا هوصل للعميل بتاعي سواء عن صفحه الفيسبوك بتاعتي، او ان انا هبدا اشوف امازون او سوق، او ان انا اشوف موقع بيوفر لي ان انا ابدا ابني موقع الكتروني، او ان انا هستخدم حاجه اسمها وورد بريس او اوبن كارت. دي منصات جاهزه موجودة دلوقتي، منصات جاهزة. المنصات الجاهزة ديت حضرتك تقدر تخش وتستخدمها انك انت تبني متجر الكتروني عن طريق مجموعة خطوات سيت اب. ممكن تشوفها على اي توتوريال على اليوتيوب، او حتى لو مش عايز تشوفها على توتوريال على اليوتيوب هتلاقي ان باذن الله في ديجيتال هاب ايجيبت هيبقى فيه كورس مخصوص للجزئية بتاعت الاوبن كارت والوورد بريس، ممكن تحضره معاهم. هيساعدك جدا انك انت تقدر تعمل موقع الكتروني، بس موقع الكتروني من غير الخطوات اللي احنا اتكلمنا فيها فوق في الاول ديت مش هيبقى ليه اي قيمه، هيبقى فلوس انت بترميها على الارض. لكن مع الخطوات اللي احنا اتكلمنا عليها ديت، هحكي لك موقف كان مر عليا من قيمه فتره قريبه. الموقف دوت كان غريب جدا. من فتره جالي عميل، العميل دوت شركه موجوده في السعوديه بيبيع شاي الشاي بتاعنا اللي احنا بنشربه في مصر عادي ده. وجه قال لي احنا محتاجين نسوق على الانترنت، او نشتغل على السوشيال ميديا، وابدا ابيع الشاي على الانترنت. طبعا انا كراجل قاعد في مصر هنا، انا توقعت ان الكلام اللي بيقوله دوت مش منطقي. بس هو انت لو حد عارف العملاء في الخليج بتدفع فلوس، فهو جه قال لي الفلوس اللي انت محتاجها كام، والله طب اعمل لي دراسه سوي لي الكلام ده كله. قلت مفيش مشكله خلينا اجرب. ونتيجة التجربة كانت غريبة، كانت مفاجأة بالنسبة لي حرفيا. كانت مفاجأة بالنسبة له، مفاجأة غريبة. أنا كنت متوقع إن أنا هخش هبدأ أشغل المنصة، أو أعمل له الإعلانات اللي هو عايزها وخلاص، وآخد نسبتي ومفيش مشكلة بعد كده. المهم إيه، ابتدى يتكلم معايا إن هو كان عامل ويب سايت عن طريق حاجة اسمها سلة. سلة ديت منصة حاجة كده بتتيح للناس إن هي تعمل مواقع، وعمل الموقع وقال لي خد ايه سوق له الموقع دوت. المهم عملت له الحمله بتاعت جوجل ادز، وعملنا اول كامبين رمى فيها مش عارف كان $500 رميناهم. وابتديت ايه اراقب الويب سايت. في الاول ما كانش بيجي اوردرات، اول اوردرات اللي بتيجي مثلا كنت كل يعني مثلا ايه مرتين، او مثلا كل يومين الاقي اربع خمس اوردرات ايه هما بس اللي موجودين. يعني يا دوبك المبلغ اللي انا بدفعه في الحملات يا دوبك انا بجيبه. ده الكلام دوت استمر معايا لمدة شهر. على آخر الشهر أنا كنت صارف في حدود $1500 أو 2000. لحد هنا الوضع طبيعي، ما فيش مشكلة. أنا صرفت $2000 وجبت له في المنصة $3000. ال $3000 اللي أنا طبعا هي دي نسبة، ما فيش خلاص تقول له أي حد في التسويق هتقول له الرقم دوت يقول له أنت كده أنت مش خسران، ده أنت دافع من جيبك. ده حرفيا اللي حصل معايا أول شهر. تاني شهر ابتدى الكلام دوت يتغير. ابتدى المبلغ اللي انا بدفعه ثابت اللي هم ال $2000، لكن المبلغ اللي داخل نتيجه الموقع الالكتروني عمال يتغير، عمال يزيد. بالظبط اول شهر كان عندي كان 3 4 5 6 10. ايه ده؟ يعني هو دخل له $10000 وانا يا دوبك بسوق ب $1000. ايوه، دي كانت نسبة ال10%. والأغرب كان بعد كده أنا وقفت، ما بقتش أصرف إعلانات، وبدأ الموقع الإلكتروني بيدخل أرقام غريبة، وفي حاجة أنا ما كنتش متوقع أصلا إن هي تتباع على الإنترنت زي الشاي.
كانت شركه اسمها شواهي. دي شركه موجوده في السعوديه بتبيع الشاي عن طريق السله او زاد، عن طريق المواقع. وده كان شيء غريب، ودي كانت حاجه بالنسبه لي انا اندهشت ليها. وبعد كده فهمت، ابتديت افهم لا ده انت المتجر الالكتروني او الموقع الالكتروني فايدته الحقيقيه في الجزئيه ديت. بالظبط، انت بتقعد في المتجر الالكتروني شهر شهرين بتدفع وما بتكسبش، لكن الفايده الحقيقيه في المتجر الالكتروني بيكون ان العميل بتاعك اتعود ان هو يخش على الموقع دوت ويشتري. فانت بالظبط في الاول عمال تدفع لعملاء، تدفع لهم زي يعني ايه، تجيبهم بس عندك، تجيب رجليهم على الويب سايت، وبعد كده هم بيجوا لوحدهم. هي دي بس الفكره بتاعت الموقع الالكتروني. فالموقع الالكتروني هي دي حلاوته، ان انت ايه، بعد فتره بتلاقي نفسك مش محتاج انك انت تدفع اعلانات عن طريق جوجل عشان خاطر العملاء ايه تجي لك. طيب، بعد كده اخر جزئيه او اخر نقطه اتكلم فيها قبل ما ناخد الايه الاسئله. آه نقطه مهمه جدا 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 جدا. شفتوا الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله، ده كلام حلو. تخيل بقى لو انت عملت الكلام ده كله ورحت جايب مثلا مودريتور او جايب حد يرد على العميل مش كويس. دي بقى خلي بالك منها النقطه ديت قوي، ان دي برضو انا شفتها بنفس الطريقه ديت. الراجل تلاقيه كل الخطوات بتاعته ماشيه مظبوط، بس جه في الاخر قام راح جايب حد ما عندوش خبره وقعده يرد على العميل ذات نفسه، كان بيطفش العملاء. ده حرفيا اللي كان بيحصل، انك انت كان الراجل يجي يشتري المنتج، هو اول بس ما يشوف اسلوب رده، التاخير في الرد، عدم الرد بطريقه احترافيه، كانت بتخلي الناس تمشي، الناس ما تقعدش، الناس ما تشتريش المنتج دوت، الناس تروح تشوف المنافس بتاعك وتشتري من عنده. فانت خلي بالك من الحته دي، يعني ما تبقاش عامل زي اللي ايه اللي بيبوظ الطبخه على حبه ملح. يعني ما تعملش ده كل دوت وتيجي في الاخر تقوم جايب شخص غير مسؤول ما عندوش درايه اساسا بالمنتج او بالسوق ذات نفسه، وتحطه تخليه هو ده يرد على ايه، على العملاء، تقول خلاص ده هو ما يرد ما فيش مشكله. انا عايز اقول لك احنا عندنا في الشركه لو العميل جه نعمل حملات ومش احنا اللي هنرد على العميل وهيبدا في الاخر يحاسبنا على هو حقق نسبه مبيعات قد ايه، احنا بنرفض. ان انا لو انا مش هبقى مبالغ لو قلت لك ان 50% من نجاحك في التجاره الالكترونيه هي خدمه العملاء. والمفاجاه اللي انا اقولها لك ان في مصر لو انت شخص قدرت تتميز في خدمه العملاء انت هتنجح من غير اي حاجه تانية. ان المنافسين كلهم ما بيهتموش بالجزئيه ديت، بيجوا عند حته خدمه العملاء وبيقولوا لا سيبوهم خلاص، مش لازم نحط لهم ناس بتدفع. يعني انا ثلاث ارباع المتاجر او ثلاث ارباع الناس اللي بيحققوا ارقام مهمه في التجاره الالكترونيه بيكون اصحاب المتاجر ذات نفسهم هم اللي بيردوا على العملاء. فده بيخلي فيه مصداقيه وبيخلي فيه كميه طاقه ايجابيه وانت بترد على العميل بتاعك، انك انت خلاص انت صاحب الليله اساسا، فانت عايزه يشتري، فانت بتكون متحمس جدا وانت بترد عليه. فخلي بالكم الحته ديت، المودريتور او خدمه العملاء اهم حاجه تعملها عشان خاطر تنجح في مجال التجاره الالكترونيه. انا كده خلصت النقط اللي انا كنت محددها ان انا اتناقش معاكم فيها، او النقط اللي انا شفتها خلال فتره شغل اصلا في التجاره الالكترونيه، وشفت ان هي اي حد محتاج يبدا في مجال التجاره الالكترونيه مفترض يكون عنده درايه بيها، ويكون عنده عنها. واهم حاجه تكون تبقى عندك علم ان النقط اللي احنا اتكلمنا فيها ديت حرفيا ما بتتعرفش من اول مره. يعني انت مثلا الكلام ده انت بتعرفه لما بتقعد بالتجربه والخطا. فانا وفرت لك دلوقتي يعني مثلا زي ما تقول ايه 10 سنين من التجربه والغلط. فارجو انك انتوا تكونوا استفدتم، وارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا إيه انت لو محتاج تبدا في التجاره الالكترونيه محتاج تبدأ ازاي، او محتاج تركز على ايه، وتتجنب الاخطاء اللي الناس بتقع فيها. ان للاسف الوقعة في التجارة الالكترونية بفلوس وبفلوس كتير، واحنا كلنا في وقت يعني عايزين نكسب، يعني عايزين الموضوع يمشي عندنا. فلو في بقى حد عنده سؤال او عنده حاجة انا معاك.
في حد عنده تمام تمام جدا. عفوا ويعني كان في سؤال اهوت، كان في حد بيقول لك طب انا ينفع ابدا دروب شوبينج بره مصر بس في اكون دايره من جوه مصر؟ ده ممكن تعمله بس ما يبقاش بالشكل دوت. يعني انت عشان تعمل حاجه بالشكل اللي هو اللي انت اتكلمت عليه فوق في حته الدروب شوبينج ديت بالذات، هتحتاج على الاقل يكون عندك حد موجود بره مصر. يعني انا مثلا كنت اعرف ناس، حد مثلا ليه عنده اخ في امريكا، عنده مثلا حد قريبه في بلد تانية، بلد عربيه، ويبدأ من خلاله يخليه يعمل له حساب بنكي، يبدأ من خلاله يساعده ان هو يبدأ في حتة الدروب شوبينج، ويبدأ يظبط له الدنيا وهو بيدير الاعلانات او بيتابع الاوردرات من هو قاعد جوه مصر. ده اللي انا شفته بيعمله. لكن تعملها لوحدك خالص ديت اعتقد هتبقى صعبة جدا. بص، الحتة بتاعت هو لازم المنتج يكون متواجد معايا علشان اقدر اشتغل، هو نظريا لا، نظريا لا، بس انا عايز اقول لك ان عمليا يعني على الورق ناس كتير تقول لك لا يا عم مش لازم يكون معاك اصلا في البيت عشان خاطر تبدا تعمل عمليه البيع. بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا يعني انا تجربتي في حته التجاره الالكترونيه كانت بتدل ان انا عشان خاطر اعرف ابيع حاجه تكون عندي. ليه؟ عشان ببساطه جدا انا مش هروح ادفع او يعني اولا بيكون حافز كبير ليك انك انت تبيعها. ثانيا بتخليك واثق انت هتسلم ايه للعميل بتاعك. الدايره اللي احنا اتكلمنا فيها فوق هي الشحن وي 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 الكلام ده كله بتساعدك انك انت يكون عندك المنتج موجود جنبك. فده بيساعد انك انت لا، انا هبدا لازم اخد، لا لازم اشتغل، لازم اوصل المنتج اللي هو بقى موجود جنبي، المنتج اللي انا حاطه عندي في البيت مثلا. فلو تقدر تشتري، لو المنتج ثمنه مش غالي وتقدر تجيبه وتحطه عندك وبعد كده تعمل عمليه البيع، هيبقى كويس. المنتج ثمنه غالي لا، ما تعملش كده طبعا. بيع وبعد ما تجيب البيانات يبقى ابدا ابعتها للمورد بتاعك. والموردين عرفوا ممكن اجيبهم من الصين، موردين مصر بقى لازم ادور عليهم ولا في مكان مجمعهم زي علي بابا؟ بص، المورد، يعني انا اقول لك عن تجربه مثلا، المورد دوت الفكره ليه علاقه بالمجال اللي انت هتشتغل فيه. يعني لو حضرتك هتشتغل مثلا في مجال يعني خلينا مثلا في المجال بتاع السبوع اللي انا شفته قدامي دوت، لو هتشتغل في مجال زي مجالات السبوع، فانت هتلاقي ان اكبر مورد في القاهره كلها في مصر كلها للجزئيه ديت هي العتبه ضرب البربر. دي معلومه هتعرفها نتيجه انك احتكيت بالمجال، ابتديت تدور ان اول مكان بيظهر فيه المنتج بتاعك هو العتبه ضرب البربر، فهو دوت المكان اللي انت هتنزل تشتري منه الحاجه بتاعتك. فده ما فيش حاجه مجمعاهم. لكن انت تقدر بعد ما تحدد المجال بتاعك تقدر تعرف الموردين بتوعك بيجيبوا الحاجات بتاعتهم منين. انا في شركه ادويه وكنت عايز اتعلم اعمل لهم ماركتنج اونلاين. ادويه بشريه؟ لا، ادويه بشريه انا يعني ما عنديش خلفيه ليها بامان. يعني هي الحته بتاعت الادويه البشريه ديت انا ما شفتش تجربه قدامي، فمش هقدر افيد في النقطه ديت. التجارة الإلكترونية إي باي، رأي حضرتك في موقع خاص هو موجود في أمريكا بس موقع إي باي كان بيتعمل عليه كمية فلوس رهيبة. يعني أنا عايز أقول لك يا هند، أنا عايزك تقول لنا دلوقتي الجنيه المصري بيتباع بكام؟ بكام في إي باي؟ أنا إي باي ده بخش أقعد أتفرج على الناس اللي بتبيع حاجات غريبة. كان في ناس بتبيع عليه الليفة بتاعتنا اللي هي بتتباع في الشارع بجنيه، كانوا بيبيعوها هناك ب 10 دولار. كان في ناس بتبيع حبة البركة، كانت اشهر حاجات كده غريبه، كانت بيبيعوا عليه فعليا حاجات غريبه موجوده في مصر بملاليم. في اي باي كنت بتلاقيها بتتباع بمبالغ خرافيه. فلو تقدر تشتغل في اي باي فده هيبقى شيء كويس جدا. بس ده هيرجعنا لنفس النقطه الاولانيه، انك انت عشان تعرف تشتغل في اي باي صح هيبقى لازم يكون ليك حد في امريكا يساعدك انك انت تشتغل في الجزئيه دي. مجال التجارة متاح دلوقتي بسبب أزمة الدولار عشان أكيد المنتجات كلها بتيجي من بره. مش مجال التجارة متاح دلوقتي بسبب أزمة. بص، هو الأزمة بتاعت إحنا مش هنبطل أزمات. يعني هو عامة الأزمات ديت هتفضل مستمرة معانا شكلها حبة حلوين. فمش هينفع توقف شغلك أو توقف أي حاجة
بسبب الأزمة بتاعت الدولار. حتى هتتحايل حوالين الموضوع، هتشوف حد بره، هتحاول توفر دولار لو انت بتشتري مثلا منتجات من بره. عايز اقول لك ان في دلوقتي مواقع في مصر بعاملة فكرة الدروب شوبينج، وكان اشهرهم تاجلي. وده باذن الله في ديجيتال هاب ايجيبت هيكون لينا الفترة الجاية حاجة معاهم. ونفس الفكرة بتاعت علي بابا وبتاع في الدروب شوبينج هتساعدنا ان احنا ايه نشتغل عليها بإذن الله، بس داخل مصر يعني. فهنهرب الحتة بتاعت الدولار دي. بص، عشان تشتغل بايع على اي باي، كان انا افتكر في وقتي كانت ليفلز. يعني انت اول لما بيفتح لك الستور يقول لك انت ليك 10 منتجات بس، ولما توصل لنسبة مع يعني مبيعات معينة يبدأ يفتح لك منتجات اكتر. فكانت ليها حسبة كده. وكانوا يعني برضو يا مصطفى، انا كان في الجزئية ديت كانوا في حاجة تبع ارامكس، اللي انت تفتح بوكس في بره في امريكا، وتحط فيه المنتجات بتاعتك، ومن هناك تبدا توزعها للفكره بتاعت الاي باي ديت. فلازم عشان تظبط الحته بتاعت الاي باي ديت، لازم انا شايف انك انت عشان تخش موقع اي باي بالذات دوت. انا كنت شفت كذا حد حاول يدخله، كان في الاخر بيرسى ان هم لازم يكون ليهم حد هناك في امريكا عشان خاطر يسهل لهم الحته بتاعت اجراءات البنوك والكلام ده. انا عندي المنتج ملابس رجالي، انا مصنع ومش عاوز ابيع في مصر، عايز ابيع بره مصر، لان ازمه الدولار مؤثره جدا على حركه البيع في مصر. عامه حركه البيع في مصر انا متوقع الفتره الجايه باذن الله يعني الدنيا تتحسن، مش هتبقى اسوأ يعني. وده يعني ربنا يا رب يعني يعدي الفتره ديت على خير علينا كلنا. هي بس هي ممكن يكون دلوقتي في ذبذبه في السوق، بس الفتره الجايه باذن الله الدنيا هتظبط باذن الله. تبيع بره مصر ازاي؟ انا شايف انك انت ممكن تتجه لسوق الخليج. عامه سوق الخليج السعوديه والامارات، بلاش بره ناحيه اوروبا. السعوديه والامارات كان في حد زميل ليا كان بيبعت للسعوديه ملابس ويبدا من خلاله ايه يعمل عمليه البيع هو. بس للاسف الحركات بتاع بره مصر ديت، التجارب كلها اللي حواليا كانت بلاقي الناس دايما بتلجأ ان يكون في مصدر ثقه. الناحيه التانيه لازم يكون في حد هناك يسهل لك الامور عشان خاطر تقدر تبيع في سوق غير السوق المصري. ممكن حد يبقى ليه تجربة تانية وتنجح، يعني أنا ما أعرفش. طيب مستر محمد، معلش سؤال بمناسبة سوق الخليج السعودية والإمارات. في عميل هناك ومحتاج حد يعمل إعلانات، لكن للأسف كل ما بعمل ادس على المنتجات، هي أغلب منتجاته أويل وكريمات تفتيح، شاي جرين تي، تمام. كل ما بعمل ادس بيترفض، سواء تيك توك، سناب شات، فيسبوك. ايه النقطة بقى؟ ليه بيترفض؟ ايه الحكاية، مع ان اللي هناك راجل ثقة جدا وبينزل السعودية يجيب منتجات ورخيصة ويعلي، وجايب واحد مخصص فوتوغراف، فوتوشوب، تمام. هو اللي بيعمل لاندنج بيج، واحدة تكتب كونتنت، يعني مظبط كل حاجة. تمام. بالنسبة حضرتك قلتي المجال كان خاص بالمنتجات التجميل، صح؟ بالظبط، تمام. بالنسبة للمجال بتاع منتجات التجميل، المعلومات اللي موجودة عندي بخصوص الإعلانات إن هو بيبقى فيه زي ما تقولي إيه، المنصات الإعلانية ديت بتتك على المجال ده شوية في الجزئية إن المنتج لازم يكون هو اللي مصنعه. يعني هو لو منتج جايبه من حاجة تانية وبيحاول يبيعه، الموضوع ما بيمشيش معاه، أو بيبقى فيه مشاكل في الإعلان ذات نفسه. ازاي تقدري تحلي المشاكل اللي هي موجوده في الاعلانات بسبب الجزئيه ديت؟ على ما اعتقد انت معاكي رقم استاذه مها. تمام. تمام. استاذه مها هي عامه اكتر واحده هتفيدك في الجزئيه بتاعه الاعلانات ذات نفسها وبتاعه الادس. فهي انا مش عارف هي لو موجوده معانا في اللايف دوت، هي ممكن تساعدنا في الجزئيه ديت. لو مش موجوده، انت ممكن توصلي لها السؤال سواء على الصفحه بتاعه ديجيتال هاب او على الرقم بتاعها، وهي هتجاوبك في الجزئيه دي. تمام، شكرا لحضرتك. عفوا. هي المنتجات عفوا. فعلا بتبقى معروفة يعني، ايفن حاجات مشهورة، صبغات شعر، بيجن، حاجات يعني معروفة.
انا حرفيا انا ما اعرفش الجزء، اصل هو يعني انا كنت اتكلمت معاه في اللي هي الجزئيه بتاعت اللي كانت هي بتاعت كنا بنتكلم في الحته بتاعت الادويه، والحته برضو مم. بتاعت منتجات اللي هي ليها علاقه بالبشره والكلام ده كله. كان مم. لما كنت اتكلمت معاه من فتره، كان مش عارف النقاش كان وصل معانا ان المنتجات ديت لو الشركه المصنعه مش هي اللي عامله الاعلان، فهم مم. بيخافوا لا يكون الشخص اللي بيعمل اعلانات دوت بيبيع حاجات هاي كوبي او بيبيع حاجات كوبي، فتأثر مم. على البني آدم ذات نفسه، فبيقفلوا دايما الحتة بتاعت الإعلانات. زي بالظبط لو احنا جبنا مثلا عزلنا مثلا شوز مثلا كعلامة بعلامة نايك، وابتدينا ايه نسوق له مم. على الفيسبوك، الإعلان على طول هيترفض عشان انت مش الشركة اه. المصنعة للكلام ده. فهو مم. بيتحايلوا على الموضوع دوت بطريقة معينة، انا مش عارف ايه هي بالظبط. فهي أستاذة مها ممكن هي بقى تساعدك في انك انت ازاي تعدي الجزئية دي. تمام، شكرا لحضرتك، عفوا، ميرسي. عفوا جدا. السلام عليكم دكتور احمد، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ حضرتك انا اسمي عمر، آه، طالب في سنه رابعه كليه تجاره، وبشتغل مشرف انتاج في شركه ادويه برضو. وكنت عايز اخد يعني ادخل يعني مجال التسويق الكتروني عشان عايز زياده دخل يعني لشغلي. حضرتك تنصحني ادخل مجال ايه بالظبط؟ طيب، هو اول يعني اول حاجه او اهم حاجه، كون انك انت فكرت انك انت تخش حاجه تزود بيها مجال دخلك وشغلك دوت، ده يعني ده تفكير رائع يعني، وده ربنا سعي يخليك. تشكر عليه. تمام. إيه، إيه، نصيحتي ليك انك انت تبدا في الحاجه اللي انت بتفهم فيها. يعني بمعنى ايه؟ انا راجل مثلا شغال مثلا بقالي سنه اتنين تلاته في مجال الادويه، صح؟ م- مظبوط ولا مجال لا، الادويه؟ مجال الادويه. مجال الادويه. يبقى انا تمام. ساعه لما افكر ان انا ازود دخلي في التجاره الالكترونيه هشتغل في نفس المجال بتاعي. تمام. يعني ما تحاولش تبعد، ما تحاولش تبعد عن النقطه اللي انت مركز فيها. لا، انا إيه، بقالي سنتين بس حابب ادخل في مجال الماركتنج نفسه، يعني الميديا ايوه باير الحاجات تمام، دي. ماشي كويس. ما انت هتسوق ليه؟ للادويه اللي انت اصلا بتشتغل فيها الصبح، او اللي انت بتبدا تعمل عمليه انا عايز عمليه مثلا بيع فيها. شغل لبعد شغلي اسوق لناس تانية يعني. يبقى ده الكارير بتاعي، عايز اغير الكارير يعني عايز فيما تعمل بعد شيفت يعني. كارير ذات نفسه، تمام. اه. عامة عايز تعمل شيفت كارير، أفضل حاجة تعملها مع نفسك موضوع الإعلانات، إن أنت تتعلم إزاي تنفذ إعلانات تمام. عن طريق المنصة زي منصة الفيسبوك أو منصة تيك توك أو منصة سناب شات أو الكلام ده كله. الجزئية ديت أنا شايف إن هي عليها رواج كتير جدا الفترة ديت، ومفيش تمام. حد، مفيش مجال تجاري دلوقتي ما بيحتاجش حد يعمل له إعلانات. فانت ادرس تمام. الحاجه دي بطريقه كويسه وربنا يا رب يوفقك وتبقى فتحه خير عليك باذن الله ويرزقك ويرزقنا اجمعين. يعني انا اقدر احجز مع حضرتك في دبلومه الميديا باير اللي هي بتاعت الاعلانات دي، صح كده؟ ده مظبوط، هو موجود في ديجيتال هاب ايجيبت فعلا. الدبلومه بتاعت الميديا باير ديت بيقدموها، وبيقدموا فيها شغل بشكل عملي. فدي فعلا تمام. حاجه هتساعدك جدا انك انت تبدا في المجال ده. تمام. هو بس زي ما انا هو احب اوضح لك حاجه. هم بيبقى عليهم 50% وانت بيبقى عليك 50%. الجزء الثاني انك انت تطبق الكلام دوت في شغل حقيقي عشان خاطر المعلومه تثبت. تاسكات يعني زي ما انا قاعد في البيت كده ايوه، تظبط. ده فعلا. تمام، شكرا يا دكتور. تمام، شكرا، شكرا، مش عفوا، مع السلامه. مع السلامة. في برضه سؤال مهم جدا بيقول لك هل ممكن اشحن منتج عن طريق البريد المصري لدول زي امريكا واوروبا او ممكن؟ طب يا دكتور أنا عندي سؤال معلش. اتفضل. دلوقتي أنا لو ليا طرف تاني بره مصر، تمام؟ هو تمام. إيه الأوراق المطلوبة أو إيه الحاجة المطلوبة منه إن هو هطلب منه إيه، فاهمني؟ طيب، انت بتتكلم بره مصر فين عشان اعرف السوق خليجي ولا اوروبي ولا فين بالظبط؟ أمريكا مثلا. امريكا مثلا هتحتاج مثلا، يعني كان اشهر حاجه في امريكا كانت بتتعمل، كان في بنك اسمه بنك في امريكا. ده كنا بنحتاج نعمل عليه حساب.
تاني حاجة كنا بنحتاج مثلا إن يكون في إنه أنا على فكرة أنت مش محتاج منه أوراق أو حاجة يعني. أنت مثلا تخيل مثلا موقع زي موقع إي باي هتبدأ تبيع من خلال هتعرض منتج وتبدأ تبيع من خلاله. أنت كل اللي محتاجه بس مكان تحط فيه المنتج ده، ويبقى هو دوت اللي يستلم الشحنة ويسلم الشحنة. عنوان، ولا أكتر ولا أقل. يعني أنت شفت بسطت الموضوع دي، عنوان شخص يستلم بس السلعة ويسلم المنتج او يسلم السلعه ذات نفسها، سواء ان انت كنت هتجيب من امريكا وبعد كده هتجيب مصر وتبيع، او انت هتودي له وهو هيبيع في امريكا. فانت كل اللي محتاجه منه بس عنوانه، وان هو يكون شخص ثقه، ان هو يبقى زي مخزن بالنسبه له. طيب هو هيبقى في مشكلة إن أنا مثلا أحول دولارات من جوه مصر، ولا النقطة دي؟ هتحول دولارات من جوه مصر هيبقى فيها ازمه شويه، وخصوصا في الازمه اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي ديت. بس طرق التحايل عليها كتير يعني وبتبقى ايه يعني، وبتبقى بتتظبط يعني، وكل ده بيتظبط عن طريق شبكه العلاقات. يعني انت مثلا، يعني كان ليا حد والله مثلا يقول لي ايه، انا مثلا يعني مثلا في الشهر مثلا بحتاج من 4 ل 5000 دولار مثلا. فهو يعمل ايه عشان يعدي الحته ديت؟ هو كان ليه زمايله مثلا في امريكا، فبدل ما هم كانوا بيبعتوا لاهاليهم هنا فلوس بالدولار وهم يفكوا الدولار، هو كان يجي من هنا يروح هو يسلمهم مصري، والدولار من بره يجمعهم مع الشخص بتاعه اللي هو موجود بره. وفر كده خلاص 4 5 آلاف دولار عقبال ما الأزمة ديت إيه تعدي. بس إحنا نأمل إن الأزمة دي مش هتستمر يعني. أنا أكيد هتفك مثلا خلال شهر 2 3 هتفك بإذن الله. ما أنا هحتاج مثلا، يعني مثلا لو لقيت مورد مثلا في الصين، أو على علي بابا، أو على علي إكسبريس، فأنا محتاج إن أنا أدفع له بالدولار. دي برضو نقطة. النقطة التانية برضو في حكاية برضو لما أنا هاجي بقى أستلم الفلوس، مثلا أنا بعت على أمازون، الطريقة بقى اللي أنا أسحب منها الفلوس بقى إزاي، أو هيبقى في مشاكل أو كده. دي النقطتين اللي أنا بتكلم فيهم مم. بالظبط. بص، لو الحته بتاعت سحب الفلوس دي اقدر افيدك فيها. سحب الفلوس بمفترض انك انت اتفقنا ان في حد هناك بره شغال معاك، انت مش شغال لوحدك. فهو الاوتوماتيك اللي هيجمع الفلوس عنده هيبعتها لك مصر. يجي يبعتها لك، نصيحة مني، يبعتها لك عن لويسترن يونيون اي باج. ما يبعتش ويسترن يونيون بالعملة المصرية، يبعت ويسترن يونيون بالدولار. ده أول نقطة. يبعت اسمك كامل. تروح تستلم من الاي باج. اي باج ذات نفسهم دي فرع تبع ويسترن يونيون. ما تروحش تستلم من بنك اسكندرية ولا أي بنك من البنوك ديت، عشان خاطر معايا مفيش حد فيهم يضايقك. هتروح لاي باك ديت هيسلموك الدولار بالدولار، وهتلاقي الموضوع ماشي معاك. حته انك انت تبعت له دولار ديت صعبه جدا دلوقتي. فانك انت تحول من مصر دولار دي صعبه، لكن تدخل دولار ديت صعبه برضه. بس ايه، بتعدي عن طريق ويسترن يونيون. يعني ويسترن يونيون لو مكتوب الاسم صح ورحت استلمت عن طريق اي باك، بيقول لك انت كده لا، ما فيش حد يقدر يمنع انك انت ايه تاخد المبلغ دوت في ايدك يعني. فربنا يا رب يوفقك. وعايز اقول لك على حاجه، انت لو ناوي تبدا ابدا. ما تخليش، بص خلي يعني زي ما بيقولوا ايه، الحاجات دي البسيطه دي كلها واحده واحده بتعدي. يعني ما امسكش فيها يعني. طالما حاجه بسيطه اقدر اعديها، يبقى لما اقع بس في مشكله هدور من هنا لهنا، فعليا ساعتها هعدي النقطه ديت. وربنا يا رب يوفقك. تاني نقطة، كان في حد برضو يعني بيسأل اللي هو الشحن بتاع المنتجات عن طريق البريد. عامة أنا استخدمت البريد ده وكنت بشحن بيه للسعودية. فالموضوع كان ماشي للسعودية، ما فيهاش أي مشكلة. بعد كده في حد بيسأل مثلا ان انا ممكن ابعت على الاي باي مثلا اشحن بيها من البريد المصري. اه ممكن، بس هو تخيل ان التكلفة بتبقى كبيرة جدا، زائد انك انت لو لا قدر الله حصل انك انت منتج راح ومحدش استلمه بتدفع كتير، فالموضوع ما بيبقاش عملي. على عكس ما انا قلت، اللي انت بيكون عندك حد هناك فتقوم مثلا ايه، هتشتغل معاه مثلا، والله تعالى مثلا نتكلم، هتبيع كبريت في امريكا. فهتجيب كرتونه كبيره تحط فيها مثلا ايه 15 علبه، وتوديهم لحد يحطهم عنده، ويبدا يفتح ويطلع العلب دي كلها، ويطلع بقى منهم لكل اوردر مره. وساعتها هتلاقي الموضوع ايه في مكسب. انا يا رب اكون يا رب ايه جاوبت على كل اسئلتكم، واكون فعلا يعني فدتكم. وربنا يا رب يرزقنا أجمعين ويوفقنا. وآسف إن أنا طولت عليكم. وربنا يا رب يعدي الوقت ده علينا كلنا كده على خير.
وأقابلكم بقى في لايف تاني قريب بإذن الله. معلش مع يا دكتور، السلامة. عندي سؤال. اتفضل يا أستاذ مصطفى. لو عايز ألاقي شغل في السوق الخليجي في السعودية والإمارات، هل أشتغل على لينكد إن ولا موقع تاني؟ عايز نصيحة كده، ممكن أقول لك نصيحة على السريع. عايز آه تلاقي مثلا شغل في مثلا في السعودية، تسمع عن في موقع اسمه حراج، تسمع عنه؟ أسمع عنه. ايوه، حراك دوت عامة. انا اقول لك عن تجربة شخصية. انا عشان كنت اجيب شغل من السعودية كنت بخش على موقع حراك، بشوف الاعلانات اللي نازلة على موقع حراك، وابدا بعد كده اراسل الناس اللي هم نزلوا الاعلانات ديت اللي انا هبدا اشتغل معاهم. وكانت الطريقة ديت حرفيا بتجيب معايا شغل موجود في السعودية. أصلك يعني انا دي الموقع يعني بيطلب الناس تكون جوا السعودية نفسها، ما هو ولا ده فعلا كان بيحتاج رقم سعودي عشان بيحتاج اقدر رقم. اصلا اعمل حساب على الموقع. فكنت بشوف أيوه. حد عنده رقم سعودي يعمل لي حساب، واخش على الحساب دوت من خلاله، وابدا اجيب الناس من الموقع. ده اللي انا كنت بعمله يعني. ده كان حرفيا بيجيب معايا عملاء من السعوديه بشكل كويس يعني. ماشي يا فندم، شكرا خالص لحضرتك. طيب عفوا مستر عفوا معلش، جدا، وربنا يا رب يوفقك. اتفضلي يا فندم. دقيقة واحدة يا مستر، بعد إذنك. حاولت مع تاجر لي، لكن قلقني في حكاية المديونية. كل شغلهم بمديونية، ولازم مش فيزا، لا الشغل كله فودافون كاش. مش حاجة تقلق دي ولا عادي أدخل فيها؟ هو انا موقع تجلي اشتغلت معاه فتره، وهم اه. حاليا كمان اتكلموا مع يعني فانا كنت مجربهم يعني. امم. فهم يعني يعني ما يقلقوش. بس برضو امم. الواحد ده ما يمنعش ان الواحد برضو يحرص يعني. لو اه. اه. هم مقلقينك من الجزئيه بتاعت فودافون كاش كاش ديت، لا. واشتغل مديونية وأقل حاجة 1000 وما ادفعش، لا مديونية، كلام ما يطمنش برضو. لا لا، بص، هو انا جربتهم وما عملوش معانا بقى حاجه مش كويسه. كانوا ناس كويسين واشتغلوا معايا كويس. مم. والفتره الجايه هنتعرف عليهم اكتر يعني. الفتره الجايه على ما اعتقد كانوا اتكلموا معايا في ديجيتال هاب ان هم هيعملوا لايف معاهم والكلام دوت، ويخشوا يعرفوا الناس على المنصه اكتر والكلام دوت. فاشتري منهم وجربوا معاهم بمبالغ بسيطه جدا في الاول، يعني مش هنخسر حاجه يعني. الموضوع مش هما فرعهم موجودين في المعادي يعني، احنا معانا مم. المكان بتاعهم. لو حصل اي حاجه هتبقى خير باذن الله. يلا لعله خير، شكرا لحضرتك جدا. يعني خير. عفوا جدا. ماشي. السلام عليكم. مع السلامه، وأقابلكم في لايف تاني قريب باذن الله. مع السلامه.